بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد على قناة ايمي بدر، وعزومة جميلة لاخواتي حبايب قلبي. ان شاء الله نتابع مع بعض الفيديو ونشوف بدأت الخطوات ازاي، وبدأت ان انا اسس للعزومة دي ازاي. ان شاء الله اتمنى ان تتابعوا الفيديو، اتمنى ان هو يعجبكم. نبدأ نسمي الله. بدأت هنا طبعا مدفع رمضان ده انا اللي عاملاه، ان شاء الله هنزل لكم بيه في الفيديو الجاي بإذن الله. بدأت ان انا كده اجهز المكونات اللي انا محتاجاها علشان الاصناف اللي اخترتها انا ومامتي للعزومة. طبعا الصنف الاساسي محشي ورق العنب، وكمان هي طبعا المحشيات بتبقى عامه في العزومات حلوه قوي ومطلوبه. هنعمل كمان محشي كرنب، ممبار. اختي حبيبتي ريهام بقى غسلته وجابتهولي كده زي الفل، الحمد لله يعني. اللحمه مفرومه حمرا خالص علشان اعصجها، ولحمه مفرومه علشان الكفته بيبقى فيها نسبه من الدسم. طبعا ورق العنب والتسبيكه بتاعته والخضرة جهزناها مع بعض قبل كده عشان بس اختصر الفيديو وما اطولش على حضراتكم كتير، واخلي الفيديو يكون على قد ما بقدر ان انا اختصر فيه. هنا بدأت اجهز خلطة الممبار، بصل وثوم، بقدونس، فرمته طبعا. حطيت التوابل الجميلة اللي احنا شفناها دي، وكمان صلصة طماطم، عصير طماطم يعني. وهبدأ هنزل كمان عليهم بكيس من الصلصة. اقلب بقى معلقتين زيت كده كبار، اقلب كل المكونات دي واضيف الرز. بس كده الخلطة بقت زي الفل. طبعا اديته لمامتي بقى حبيبتي، هي اللي حشيته هي وريهان كده. انا بدأت هنا بقى اشغل على المية اللي انا هسلق فيها الممبار، حطيت فيها بصلاية متقطعة، وطبعا الصلصة اللي فضت من الخلطة بتاعت الممبار ضفتها للمية مع فصين حبهان ورقتين لورا. اتسلق معايا، حبيت ان انا اجرب كده، طلعت واحدة وخدت منها حبة رز لقيته استوى. خلاص طفيت عليه وطلعته في المصفى كده يبرد خالص، وبعد كده هبدأ ان انا ادخله التلاجة لتاني يوم ان شاء الله يطلع على القلي. بس نيجي بقى تتبيلة الكفتة. انا قعدت ربع كيلو من البرغل، بصل طبعا مفروم وثوم. بدأت صفيت البرغل وحطيته مع البصل مع التوابل، ضربته كويس جدا. ضفت معلقتين من النشا، معلقتين كبار بيضة، معلقتين كبار من البيكنج باودر. بقلب كويس جدا وبضيف بقدونس، وبعد كده بعمل تجويف في اللحمة واحط فيه فحمية، وهشيلها طبعا في التلاجة لتاني يوم. هنا على الصاج اللحمة بقى حطيت البصل والثوم عليه التوابل الجميلة بتاعتنا برضو. ضفت اللحمة وبدأت ان انا افتفتها كده علشان تبقى سهلة معايا وتتعصج. طبعا فلفل الوان ضفته على اللحمة بتاعتي، وكده جهزت علشان احشي الجلاش بتاعنا. هنا الجلاش عملته في نفس اليوم، بس بقى هنا بقى مامتي عملت لفت لي الكرنب جميل ورق العنب كده، تسلم ايديها. وهند اختي ساعدتها طبعا، وانا كمان برضو حشيت معاهم يعني. فبس كده الحمد لله كل الاكل جاهز، مفضلش غير تصبيع الكفته. هنا بقى طبق اللحمه هنزل بيه فيديو لوحده ان شاء الله، عشان طريقتها تحفه جدا والتتبيله بتاعتها خطيره. ان شاء الله باذن الله انزلها لكم في فيديو خاص لوحدها. التسوية بتاعتها وطعمها كان تحفة. لحمة شوي. هنا بقى ورق العنب خلص معايا اهو، بدأت ان انا كده احطه بقى في اقدمه. ادي كمان الكرنب بتاعنا. بس كده ابدأ بقى. هنا بقى الممبار اهو، ده منظره بعد ما اتقلى. طبعا كل دي سلطة الطحينة لازم طبعا تكون موجودة معانا. اللقطة الأخيرة دي اتاخدت، لقيت حبايب قلبي الأطفال بقى قاعدين وكده وهيبوظوا المنظر، فقلت ألحق أخدها علشان أسيبهم برضو ياكلوا براحتهم مأخرهمش عن الأكل. فلسه كان في حاجات بتتجاب وبتتقدم، كانت ناقصة يعني، لسه المائدة ما اكتملتش على الآخر. يعني كان لسه سلطة الطحينة والمخلل واللحمة ولسه بقية الكفتة برضو ما كانتش اتحطت. فكانت يعني كده لقطة مستعجلة بس شوية. بس بكده يكون العزومة بتاعتنا خلصت. اتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي وصلوات ودعوات مستجابة بإذن الله. اتمنى لو اول مرة حضرتك تتابع القناة دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.